طيب إحنا يعني بنعمل في نفسنا كده ليه؟ إيه السبب إن أنت تبهدل نفسك؟ ما هي مش عارف، مش عارف. يعني التشكيل اللي أنت بادئ بيه في الماتش حاجة ما يعلم بها إلا ربنا. يعني ما تعرفش كان بيفكّر في إيه والّا كان عايز إيه من ورا التشكيل، ما تفهمش، ما بتبقاش عارف، ما بتبقاش عارف. يعني في حاجات إحنا مش عارفينها، يعني في حاجات يعني في المعسكر حصلت مثلًا قبل الماتش، في لعيبة بدأت ولعيبة ما بدأتش، ما تفهمش في إيه. يعني هو في عفريت، في عفريت يعني ما أو في يعني في إيه، ما تفهمش في إيه خالص. قاعد كده في حالة استهبال، حالة استعباط، حالة يعني مش فاهم. الناس كلّها يعني اللي هو إزاي، أنت إزاي عملت كده؟ كولر مش معانا، في حتّة تانية، مع الشناوي كده، في حتّة تانية خالص، مش موجود معانا. أنت بدأت بالشناوي في حراسة المرمى، الشناوي كفاية، كفاية الكورة اللي كانت على بُعد 5 متر زي ما قال أيمن الكاشف، كانت جوّه ال6 يارد إيه، جوّه، هي داخلة already خلاص. مش عارف كان بلتايج باين اللي حطّها بدماغه والّا مين. الكورة ويعني بُص، لو ما فيش رَد فعل كان ممكن تاخده وتخش الكورة، أو تخبط فيه وتخش. يعني فاهم اللي هو يعني الكورة دي جون أساسًا، الكورة دي جون كده الكورة دي جون وما فيش حد لوحده عادي براحته. فدي كورة هو شال جون خلاص. الجون بقى اللي دخل بتاع الزمالك ده، الجون ده الكورة معمولة عرضية من عمر جابر قوية برضه. يعني مش زي بتاع جراديشار اللي عملها في أول الماتش لإمام عاشور وما لحقهاش، لأ، دي حاجة تانية خالص. فالشناوي لعب ماتش كويس، ما لعبش ماتش وحش. بس إحنا كنا متعشمين إن الكورة دي يا سيدي يعني فاهم، يعني ما تعديش كده وبنتاكي يجيب جون ما يعني. وهو ده اللاعب المغربي الوحيد اللي عِدِل في الزمالك خلّي بالك، أو ده اللعيب الوحيد اللي كان عِدِل في الماتش كلّه عندهم، الآخر، الباقيين كلّهم ملايس كلّهم. طيب أكرم توفيق، أنا ما عنديش مشكلة إن أكرم توفيق يلعب باك يمين، ده لو هو معانا، لكن هو مع نادي الشمال يا بيه، راح نادي الشمال، فخلاص ما هو هنا مش معاك، ففي الملعب مش هيبقى معاك بقى. كان بيحاول يعمل اللي كان بيعمله قبل كده، لكن خلاص هو محمد شوقي قعد معاه فهو في حتّة تانية، دماغه في حتّة تانية خالص دلوقتي، فخلاص. إيه الداعي إن أنت تلعبه؟ ما هو محمد هاني قاعد برّه أهو. يعني هو محمد هاني إيه اللي حصل له في المعسكر طيب؟ يعني إيه اللي حصل خلّى محمد هاني ما يلعبش؟ يعني حاجة غريبة، حاجة غريبة جدًا. إيه اللي خلّى أكرم توفيق يلعب؟ يعني هل أنت شايف مثلًا إن أكرم توفيق بيعرف يدافع أكتر من محمد هاني؟ هو محمد هاني ده أهبل، ده كان بيلعب على الفونسو ديفيز في قدام بايرن ميونخ. وإيه اللي إيه؟ وهي هبد وخلاص والّا إيه؟ وهو بقى له فترة راجع من الإصابة مش لسه دلوقتي يعني. طيب رامي ربيعة وأشرف داري الاتنين ما يتلاموش في حاجة في الماتش غير الكرة اللي كنت باكلمك عليها بتاعة بنتايج دي، والكرة الجون، اللي الكرة ما فيهاش لعب بالعرض كده وأنتم إيه يعني إيه، في إيه؟ ده الشناوي يبقى مضطر ينزل لحد الأرض عقبال ما يجيب الكرة بإيده ويفرد كده، فالكرة بتبقى معدية. فالموقف ده ماله الموقف ده؟ مش عارف. كوكا بقى، إيه اللي شافه كولر في كوكا إن هو يلعب باك شمال وكريم الدبيس قبله؟ ولعب. يعني عيل كريم الدبيس ما جاله برد مثلًا فما قعدش على الدكة ما لعب أهو. ده هو مش سليم 100%، ابدأ بيه يا سيدي وبعد كده أمّا يتعب ابقى طلّعه. لكن إن هو ينزل في آخر الماتش شبابه هينتهي حياته الكروية هتنتهي عندنا هنا.
هو خلاص فاضل له يومين كمان ويطفش من كتر ما هو بيقعد على الدكة، ومش عارف ليه، أنا مش عارف ليه، وعلي معلول ما هياخد له وقت عقبال ما يرجع، قال لك هو أخف بس هياخد له وقت. طيب مروان عطية كده يلعب، ما قلناش حاجة، ماشي. أحمد رضا لعيب كويس ولعيب جامد، ماشي، لعيب حلو ومية مية، بس أنت في نص الملعب، تعال نشوف يا سيدي الدكة. خلاص، عندك في نص الملعب عندك عمرو السولية، عندك عمر الساعي، عندك كريم نيدفيد. طيب اللي جاب احمد رضا السكاوت تيم او السكاوت تيم اللي موجودين في النهائي، هاني رمزي يعني، من الاخر، ماشي، يعني مش كل اللي كان مختار، هو وافق عليه بعد كده، حلو. طيب عمر الساعي اللي انت جبته ده هيلعب امتى؟ ما بيلعبش، ما بتكلمش على ماتش الاهلي بس الزمالك، لا ده عموما ما بيلعبش، ما بيلعبش. كريم نيدفيد المفروض خلاص بقى قصته تنتهي مع الاهلي، خلاص بحلوها ومرها بوحشها تنتهي. عمرو السولية ما فيهوش النفس ان هو يلعب ماتش رايح جاي، ده لو هو رايح جاي، لكن الزمالك عمال يدافع قدام. ايه الداعي ان احمد رضا يكمل بقيه الماتش؟ انا يعني ويكمل للاخر، مش فاهم. واد عينيه حلو، وان فكره ان انت عندك واحد اللي بيعمل اللي بيعمله قفشه، في ظل ان قفشه مش موجود ومصاب، فدي حاجه كويسه، لكن مش معنى كده ان هو يفضل مكمل، يعني لازم يبقى ليك تدخل فني برضه. لا ما طيب انا غلطان يا سيدي. طيب محمد عبد الله انا ما عنديش مشكله ان هو يعني ما عنديش مشكله، لا، هو كويس وما بيخافش، وبرضه ما بتخبطش على الجرايه. اما مش شايف الجمهور هنا والجمهور هنا ما عملهاش على نفسه، ما حصلش. لكن يا راجل يا مؤمن، يا راجل يا قال لك المؤمن دايما مصاب، انت بقى ده طب ده المؤمن، انت مالك بقى؟ يعني انت مالك؟ في ايه؟ ايه اللي حصل لك بقى يا عم كولر؟ اتصبت انت كمان في دماغك؟ هو كويس، وشفته الشوط الاول خلاص بقى، يعني ليه يخش في الشوط التاني وياخد ليه؟ ليه؟ ما انت نزلت بن شرقي اهو جاب جول، وعلى فكره مش حد بيلعب براسه في الونجات كلها اللي عندنا غير بن شرقي، وهو بيلعب براسه من زمان، ايام ماتش بتاع الوداد وشريف اكرامي، وايام العز واكل الوز وكده، هو بيلعب براسه من زمان، فانت ما عندكش حد بيلعب براسه غيره دلوقتي، وطاهر بقى ممكن بقى، بس لما يبقى يرجع. حتى طب ما كنت انت لعبت بن شرقي من بداية الشوط التاني، ايه اللي يخليك تنزله في نص ماشي. امام عاشور طبعا لعب، وحسين الشحات، حسين الشحات بص، ما يعني القصة تدعو الى عارف انت، كلها منحنيات، شوية فوق وشوية تحت، شوية فوق وشوية تحت. امام عاشور جاب كورة بشماله في العارضة، انت خدت بالك من الكورة دي بشماله؟ بشماله، عواد حط ايده فيها وراحت فرقعة. طيب ماتش كانش فيه فرص كتير، ما كانش فيه آه، يعني فاهم، رايح جاي، وكان الشوط الاول ما فيهوش حاجه تقريبا. طيب جراديشار بقى اللي انت جبته ده، بص، كلمتين وبس الواد بيعمل كل حاجه، فاهم؟ انت اما يجي كده المدير الفني يقول له انت في الهجوم بتعمل كل حاجه، زي ما انت في شغلك كده بتعمل كل حاجه، ف اللي هو خلاص انت بتعمل اسيستات سريع، بتعمل حتى الكي بس اللي هي مش لازم تبقى اسيست، اللي هي الكرة اللي قبل الاسيست برضه بيعمل كل حاجه، بيعمل كل حاجه، وراسه شغاله ورجله شغاله كله. عندك اتنين وسام وجراديشار، الاتنين قدام خلاص، دول بقى يفضلوا في الاهلي بقى 10 سنين، بعد كاس العالم ما يجيلهم عرضين هما الاتنين وهيمشوا، مش ما بيعيشلكش مهاجمين حتى لو كويسين مش هيعيشوا، لازم واحد يجي له عرض ب 17 مليون الف جنيه استرليني ويتكل على الله. طيب الناحيه التانيه بس الزمالك يا لا، يا عواد، عمر جابر، وصلاح الدين مصدق اللي هم جايبينه ده ما بانش، يعني ما حسيتش ان هو ده اللاعب المحترف اللي جاي في الدفاع اللي هيكسر التكاسي، ما حصلش الكلام ده. طيب حسام عبد المجيد احسن منه على فكره، والونش محمود بنتاج هو لعب ايه؟
لعب ب5 ورا أستاذ بيسيرو، لمّا طمّرش فيه العيش والملح وراح بورتو، قال لك أنا جالي عرض وكنت عايز أمشي أروح بورتو، ومحمود طاهر هو اللي قال لي أصل إحنا عايزين نمشّيه، إحنا بتاع كده وكده، ماشي. نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة، محمد شحاتة قد نبيل عماد دونجا 9000 خالص، ونبيل عماد دونجا ده ما تعرفش بيعمل إيه في الزمالك، يعني أنت بتبيع إيه في النادي ما نعرفوش، ولا إحنا نعرف حتى، ولا حد عايز يعرف، ما حدش مهتم أساسًا. أنت خلّيك أنت عايش في ملكوت الله كده اللي أنت عايش فيه ده، ماشي. وزيزو اللي عايز ياخد فاكر نفسه في dream team اللي في فيفا والّا في career mode عايز ياخد 100.000.000 جنيه ده والّا هو الزمالك لاقي يا ابني، الزمالك مش عارف يجدد لعبد الله السعيد، مش عارف يجدد له، وأنت جاي تقول أصل أنا عايز آخد عبد الله السعيد كان باين في الماتش أكتر من يا نهار أسود! طب أنت تدّي له 100.000.000 بناءً على إيه؟ عمل إيه في الماتش مثلًا؟ أهو، أنت بتلاعب المنافس بتاعك الأهلي، عمل إيه؟ ما عملش حاجة، ما عملش حاجة، ده بإنتاج زهد عنّه، إنتاج زهد عنّه في الملعب، ما عملش حاجة، ما عملش حاجة خالص. طيب جزيري بقى، عمل حوار وبتاع وجدد عقده ومش عارف إيه ما عملش أي حاجة خالص، ما فيش، ما فيش، يعني على الأقل جراديشار متحرك عنه شوية كده، فأنت تكون قدّام فريق وعايز يستقبل لعب ويلعب على الهجمات المرتدة، أنت بقى لأ أنا قصب بقصب، ما ليش دعوة، ما ينفعش وسام وجراديشار الاتنين في الملعب، لا، 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 ما ينفعش، ما ينفعش ألعب 4-1-3-2 لا، لا، أنت عايز رضا عبد العال ياكل وشّي؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش يا بيه، ما ينفعش خالص، فأنت قابل بقى، قابل بقى فرق النقط مع بيراميدز ووجع القلب بقى، قابل بقى، مش أنت اترضيت كده خلاص.